مدينة آسا تحديدا التي شيع بها اليوم جثمان المرحوم أحمد سالم ولد محمد التامك أحد أعلام المقاومة وجيش التحرير بالجنوب المغربي. وبمدينة قليميم استقبلت عائلة الفقيدة الصغيرة والكبيرة وفد هام من وزارة الداخلية يتقدمه السيد شرقي الدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الذي قدم التعازي لفقدان هذا الرمز الوطني. حافظ محضار، محمد نوار، محمود طويف، ومحمد فاضل عبيدة. السيد شرقي الدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية متقدما وفدا هاما من كبار الشخصيات والمسؤولين بوزارة الداخلية لتقديم العزاء لأسرة المرحوم أحمد سالم المحمد التامك الذي وافته المنية ليلة أمس بقليميم عن سن تناهز 91 سنة. الفقيد يعد من الرعيل الأول للمقاومة وجيش التحرير بالجنوب المغربي، حيث يعد من أبرز القيادات التي ضحت بالغالي والنفيس في سبيل عزة وحدة الوطن، حيث كان قائدا للمئة بجيش التحرير، كما تربت على يديه أجيال شكلت ولا تزال نموذجا يحتذى به في الدفاع عن ثوابت الوطن. المرحوم هو كان من أوائل المجاهدين في سبيل الوطن، وحياته كاملة دوزها كفاح الوطن، وهذا ما يجمل حد في وطنه. خرج في جيش التحرير من بدايته من محمد الخامس قدس الله روحه، ومن ذيك الساعة هو في الوطنية يدافع بما يمكن يدافع به إلين أتته المنية رحمه الله. أتمنى إن شاء الله يتبدل له الكفاح بالجنة. والحقيقة احنا ألمنا عليه، ولكن في هذا الوفد الوزاري اللي صيفط اليوم سيدنا الله ينصره بأمر من صاحب الجلالة باش زار العائلة وعزاها، احنا كيناه ولا مش عنا ذاك الحزن. وكان جثمان الفقيد أحمد سالم المحمد التامك قد وري الثرى بمقبرة العائلة بمدينة آسا صبيحة اليوم. مسؤولون محليون والعديد من أعيان القبائل الصحراوية وأصدقاء وأفراد أسرة المرحوم كانوا في مقدمة الجموع التي شيعت جثمان الفقيد الذي يشهد له الجميع بالوطنية الصادقة والإيمان والورع والتقوى وطيب الخلق وحسن المعاشرة. هو نعرف عنه راجل وطني، ولد راجل وطني، من الناس اللي ضحات في سبيل الوطن، وكل حد يعرف عليه توسع عمرها كاملة ضحات في سبيل الوطن، كيف القبائل الصحراء كاملة. واللي نقولوا لا شعارة الناس كاملة ما تقول لنا على نكذب عن قبيلتي، توسع عمرها ناس وطنية، وهو من الناس الوطنية وقرر أولاده وراجل وطني وحضر في المقاومة. مجاهد أحمد سالم غني عن التعبير، مجاهد رجل أخلاق طيبة، معاملته حسنة مع الكل، مجاهد من جيش تحرير اللي لا غبار عليه، وطالبين من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة ويصبر أهله. الفقيد من رجالات المقاومة ومن الفضلاء في هذا المجتمع، عرف بالتسامح، ساهم في تربية أجيال كاملة، وله باع طويل وتاريخ مجيد، وقد قضى نحبه اليوم ورحمة الله عليه، وكان له دور بارز في إشاعة ثقافة التسامح. واحد من أسرة المقاومة، واحد من أعيان القبيلة، من شخصياتها، ومن الناس الكرماء، ومن الناس الشجاعة، الله يوليه بالرحمة والغفران ويزاوز عنه وعنه، من الناس الطيبة. رحم الله الفقيد أحمد سالم المحمد التامك وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.